تخيل إنك بتجري ورا الشهرة على الإنترنت، بس تلاقي نفسك وشلوش مع المجهول. النهاردة هاخدك في رحلة حقيقية ومخيفة لنهايات يوتيوبرز دخلوا عالم الجن. جاهز؟ يلا بينا ندخل الظلمة سوا. أول واحد معانا يوسف من قناة رحالة الظلام. يوسف كان مشهور باستكشاف الأماكن المهجورة. في ليلة من الليالي دخل بدروم مهجور في دهشور، وكان بيهزر ويقول لو في جن هنا وري نفسك. فجأة الكاميرا بتاعته بدأت تتهز، صوت أنفاس ثقيلة بدأ يتردد في الضلمة. جري عشان ينقذ حياته. بس بعد ساعات فيديو غريب ظهر على قناته. وشه كان متشوه وبيشوش بصوت مش بتاعه. رجعوني. محدش شاف يوسف من ساعتها. بعد كده أماني من قناة رحلات الرعب. دي كانت أول بنت تقضي ليلة كاملة في كوخ مسكون في الفيوم. كل حاجة كانت هادية لحد ما بدأت تسمع أصوات خربشة على الحيطان. دم بدأ ينزف من الشقوق. صراخ أماني مال الليل، وبعدين سكون تام. اختفت، بس بطريقة ما. فيديوهات جديدة لسه بتظهر على قناتها بصوتها هي. فهد من قناة سعودية اسمها رعب الصحراء دخل وادي الجن في تبوك. نادي على الجن وهو بيضحك لحد ما صوت ألدو أنا مش فهد. فهد مشي من زمان، رجع بيته، بس دلوقتي ما بقاش يكلم غير نفسه وبيقول أنا عايش جوه جسمه. حسام من الأردن دخل بيت مهجور معروف بطقوس السحر الأسود. الأبواب اتطفلت لوحدها. صرخات أطفال بدأت تتردد مع إن المكان كان فاضي. الكاميرا بتاعته صورته وهو متعلق مقلوب في المراية، في حين إن الكاميرا نفسها كانت على الأرض. دلوقتي هو في مستشفى الأمراض النفسية وبيرسم نفس البيت ده على كل حيطة. كريم من تونس حاول يعمل طقس عشان يستدعي جن عاشق. الفيديو بتاعه قطع فجأة. بعد 3 أيام الشرطة لقته متجمد وعينيه مفتوحة على آخرها من الرعب. على الحيطة كان مكتوب ما كانش لازم تنادي. نادر من المغرب استكشف كهف معروف إنه بوابة للجن. المايك بتاعه لقط صوت طفل بيقول متسبناش، اللعبة لسه بتبدأ. انفجار واختفى. الكاميرا بتاعته بس اللي فضلت وبتوشوش. نادر بقى واحد منا دلوقتي. شادي من لبنان لقى تميمة ملعونة. كل فيديو بعد كده كان فيه تشويش ووش غريب بيظهر وراه. حذر وقال لو حصل أي حاجة اللوم على التميمة. مات وهو نايم. تليفونه فضل بيصور مع صوت بكاء. مصطفى من العراق قضى الليلة في بيت محرم. فجأة الشموع ولعت لوحدها والضلال بدأت تتحرك ناحيته، وصوته اتغير لصوت صرخة ست. كل اللي شاف الفيديو بتاعه بلغ عن نفس الكابوس. بيت بيتحرك وصوت بيشوش أنا الضيف اللي مستحيل تهرب منه. سيف من مصر فتح مقبرة مقفولة. كان مخطط إنه يعرض جمجمة مسحورة في الحلقة الجاية، بس صور مخيفة بعيون سودة ظهرت على الإنترنت. مات بسبب اختناق غير مبرر حسب التقرير. رامي من مصر جري ورا أسطورة النداهة. سمع ست بتنادي اسمه، جري ناحيتها واختفي. بعد أسبوع الكاميرا بتاعته اتلقت على عتبة بيته. كل صناع المحتوى دول جري ورا الشهرة، بس اللي لقوه كان أغرب من الخيال. متلعبش مع عالم الجن، دي مش لعبة. فلو جاتلك الفرصة هتدخل عالمهم ولا هتفضل تتفرج من بعيد؟ لو القصص دي خلتك تقشعر دوس سبسكرايب، فعل الجرس، وفكر مرتين قبل ما تجري ورا حاجة متقدرش تتحكم فيها.